هادشي علاش الا جاتك شي فرصه ما تسقلهاش. تخيل معايا تكون ناس تحت من قنطره وفجاه تحول لموديل عالمي. علي اكومي كان واحد الشخص متشرد كينعس غير في الزناقي. واحد النهار مشى ينعس تحت من هاد القنطره هادي، وهاد البلاصه هادي كانت السبب في ان حياته غادي تتبدل. جا عنده واحد الشخص وطلب منه انه ياخذ له واحد الصور. لو كان شي واحد في بلاصه علي بحكم الظروف المزريه اللي كان عايش فيها ما لقى حتى ما ياكل ما كانش غادي يقبل، ولكن علي دار العكس تماما ديال داك الشيء. ولكن ما كانش عارف ان داك الشخص اللي هز الكاميرا كان واحد المخرج ابداعي في مدينه لاغوس. وفي داك النهار كان عنده موعد مع واحد العارض ازياء، ولكن داك الموديل تاخر عليه بزاف. وفي ديك اللحظه لاحظ على ان علي عنده واحد الملامح زوينه، فداك الشيء علاش طلب منه انه ياخذ له بعض الصور. وعلي كيف ما كنا حنا عارفين انه وافق، ولكن الغريب في الامر هو ان داك المصور تفاجأ بزاف من الموهبه اللي عند علي. فراه لاحظ على ان هذا الشخص هذا عنده واحد الكاريزما وواحد الشخصيه، وحتى من الوقفه ديالو بحال شي شخص اللي عنده سنين طويله في هذا المجال، واللي لبسها كتجي معاه تقول مفصله عليه. مساله وديك الجلسه ديال التصوير ديال علي ولاو مشهورين في كل بلاصه، والناس بداو كيسولوا عليه. حتى من الشركات العالميه في مجال ديال الموضه حتى هما تواصلوا معاه. وفي سنه 2021 غادي يبدا المسيره ديالو الاحترافيه في هذا المجال كعارض ازياء. بحال هذا العالم اللي حنا عايشين فيه كاين بزاف ديال الفرص خاص غير نتشبتوا بهم. فراه خونا من قبيله معزوله على العالم، العارض ازياء عالمي.